السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد في قناتكم قناة يوسف الونشريس لتربية طيور الزينة. موضوعنا لهذا اليوم هو الكركم، بحيث سوف نتكلم عن أهم فوائد الكركم وكذلك الطريقة الصحيحة في تقديم الكركم. كذلك سوف نذكر أهم الأمراض التي يساهم في علاجها. قبل ذلك إخوتي في الله، نتمنى من يشاهد القناة لأول مرة يدعمنا بزر الاشتراك والإعجاب، وإن شاء الله سوف نكون عند حسن ظن الجميع. إخوتي في الله، كما تشاهدون في الصورة، هذه هي مادة الكركم المطحونة بودر، تباع عند محلات بيع الأعشاب، متوفرة، كذلك الثمن لا بأس به، ما شاء الله ثمن رمزي. إخوتي في الله، وبدون إطالة سوف نتكلم عن أهم الأمراض التي يساهم في علاجها. الكركم أولا ينظف الجهاز المعوي، ثانيا مطهر للكبد، ثالثا يعمل على تقوية الجهاز التنفسي ويقيه من بعض الأمراض، محفز طبيعي للتزاوج، مضاد للأكسدة، كذلك هو مضاد للسموم، كذلك يعالج لنا مرض الكنكر وهو المعروف بالتركمونوس، كذلك يعالجنا مرض الكوكسيديا، مرض الميغابكتيريا. كل هذه الأمراض يساهم في علاجها الكركم، بشرط أنه تستعمله بالطريقة الصحيحة. إخوتي في الله، سوف نشاهد مع بعض طريقة تحضير منقوع الكركم. نحضر رتل من الماء، ونضع فيه ملعقة صغيرة من الكركم، تشاهدون، هذا نخلط جيدا، وهكذا تحصلنا على منقوع الكركم. إخوتي في الله، الآن نتطرق إلى طريقة التقديم. بالنسبة لطريقة التقديم هناك طريقتين: طريقة نقدم كوقاية، وطريقة تقديم كعلاج. طريقة التقديم كوقاية نقدمه على الأقل مرة في الأسبوع أو الأسبوعين بعد تعطيش الطائر لمدة على الأكثر ساعتين. نقدمه لمدة 24 ساعة، ثم نعاود ننظف المشربية ونقدم الماء النقي. ولكن قبل ذلك إخوتي بالله، من الأحسن أن تقدم ليس ماء الحنفية، لأنها فيها مادة كلور. عليك من الأحسن يكون ماء صافي من بعض أن ينابيع الطبيعي. كما ذكرنا إخوتي، نعاود الكرة، وإن شاء الله في الإعادة إفادة. طريقة التقديم قلنا طريقة كوقاية وطريقة كعلاج. طريقة تقديم كوقاية على مدار السنة. أنا ننصح إخوتي في الله لمن لا يستعمل منقوع الكركم، راه في خسارة. إخوتي في الله، ننصح كما ذكرت في تقديم هذا المنقوع الكركم على مدار السنة. نقدمه مرة في الأسبوع أو الأسبوعين لمدة 24 ساعة بعد تعطيش الطائر لمدة ساعتين، ثم ننظف المشربية ونقدم الماء الصافي. الآن نتكلم عن طريقة تقديمه كعلاج. نقدمه كعلاج لمدة 5 أيام متتالية، كل 24 ساعة نغير المنقوع تاع الكركم لمدة 5 أيام، ونلاحظ إذا أعطانا نتيجة في علاج الطائر
لا بأس، الحمد لله. أما إذا لم لاحظت بعض تغير صغير، نعاود نترك الطائر يرتاح لمدة يومين أو ثلاثة، ونعاود الكرة كذلك لمدة 5 أيام، ونتبع نفس الطريقة، والحمد لله إن شاء الله سوف تكون نتيجة. وفي الأخير إخوتي في الله، نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو حول مادة هذه الكركم. كذلك نصيحة، نتمنى استعمال الكركم هذا على مدار السنة، نستعملوه كوقاية. وكذلك الكركم يعتبر من أهم الأدوية الطبيعية لمعالجة الأمراض. إخوتي في الله، نتمنى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، دعمكم يهمنا. كذلك نرحب بكل التعليقات السلبية والإيجابية، وإن شاء الله نتدارك الأخطاء مع بعض. إذا أصبنا فهو من الله تعالى، وإذا أخطأنا فهو من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوتي في الله، في حلقة جديدة، ولا تنسوا الاشتراك ودعم القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.